احذروا مين رجع من ماليزيا ورجع يصور لكم فيديوهات من شنات تيك توك. والله اني كثير مشتاق لهاي الفيديوهات. اوكي انه كنت كثير مبسوط في ماليزيا ومحيطات وجبال وشجر، بس صدقوني كل هذا من شنات التيك توك احلى بكثير، ما بكذب عليكم صدقوني. خلصنا سفر وخلصنا طشات، هسه بدنا نرجع نلتزم بهاي القناه، لانه طول الشهر الماضي ما نزلتش غير فيديوهين. وبالمناسبه نزلت كثير فلوجات على قناتي الثانيه، اذا مش مشتركين فيها بتلاقوا الرابط باول تعليق. وهي حساب التيك توك طالع قدامكم، اي حدا بشوف فيديو متخلف حابين اني احكي عنه منشن عليه وما عليك بالباقي. ومش غلط لو عملت لايك قبل ما نبلش بالفيديو، يا اخي اعمل لايك. ليش بزقفوا له؟ عندنا طفل رضيع عمره يا شهرين ست صار له ماليزيا كور. هاد لو يعرفوا عن لعبة الفقاع بجوز يعبدونا. لازم الاقي شغل بماليزيا باسرع وقت، لانه بطلت اتحمل انام بالجامعة. كل ما واحد يفوت يصلي بصحيني. والله اني تافه. مش فاهم ليش يعني بدك يعني اقيم صلاتك من 10. انا فيل ضريب. اخوان والله بعض الافيهات اللي كانت تطلع مني بالرعله بس لاني كثير معصب. يا الله شو كان يصير معي اشياء مستفزه، والله اللي ما شاف الريلات والفيديوهات اللي نزلت في ماليزيا راح عليه كثير. ذلك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم. ثانك يو براذر. ايوه كمان اطربني اكثر، الهندي اللي معي بالغرفه طلع بشخور. مستحيل تكفي هذا العدد، اكيد راح نقضيه على الواقف. طلع البدر علينا رمضان ايش؟ نسيت دعاء السفر. نفسي انام يا عمي مشان الله، افتح الشباك وزتوم الطياره، دخيل الله شو بعيط اخذه ارده انا. والله انه ناجح. والله انه ناجح. اخوي كثير جبت العيد هناك، كثير جبت العيد يعني، والله بجد اتوقع من اسوأ الاشياء اللي صارت في حياتهم انه دخلوني ماليزيا. يا الله شو خبصت عندهم. انت عارف اكتر حاجه بحبها فيها هي ايه؟ عارف بس ما تقولش اوكي المهم عم بيقولوا في حفله الكوكولا ارينا بدبي 31 الشهر بعتقد 5 يعني. حفلة فين؟ كوكولا ارينا يوم 31/5. ايه استنونا. هو ده. يعني فنانكم العظيم اللي يعشقه المراهقات بدي يعمل حفله في كوكاكولا ارينا في عز الحرب على اخواننا في غزه، اللي لنا 60 سنه بنقاطع فيه. الشامي البطل ملك الصوت الحنون سيفعل حفل هناك ليدعم اسرائيل. شاب حب يساهم في 6 صواريخ في الاشي اللي راح يعمله، وبيجي بقول لك والله الشامي عمك بوكسر من الاخر. بعدين انا ليه اروح احضر حفله لواحد ما بفهمش شو بغني؟ ما بمزحش يعني، هروح احضر حفله تامر حسني اوكي ممكن افهم منه كم من كلمه، بس واحد بيحكي يا ليل يا ليل ما بفهمش. ماليزي اللي بغني. والله بجوز الماليزيين افهم منهم كلمتين، اما هذا لا صوت ولا كلمات ولا فن ولا شيء. فليش اروح وفوق كل هذا اروح على الكوكاكولا ارينا؟ يعني رحنا نعيب ونتمسخر على محمد رمضان لما عمل اعلان لكوكاكولا، هذا رايح يعمل حفله في الكوكاكولا ارباحها كلها رايحه على اسرائيل. فنان الجيل قلت لي يلا دافع عنه مقابل الحرب على اخوانك في غزه، يلا دافع، يلا قول لي انه حب وحنان، يلا. هذا هو الفنان اللي بتدعمه؟ هذا هو الفنان اللي مستعد تاخذ سيئات وذنوب بس عشانه؟ تنشر له تصاميم واغاني ومش عارف ايش، وبتلم جبال سيئات عشان بالاخر هو يروح يعمل حفله في كوكاكولا اللي احنا صرنا قديش بنحكي عن الموضوع. مراهقات تعليقات على حسابكم، سبوا زي ما بدكم، بصراحة مش فارق معي. بتعرفوا ليش؟ لأنه هذا الفيديو بيجيب لي مصاري أنا وأنت بيجيب لكوش مصاري، فسبوا قد ما بدكم، كل ما سبيتوا أكثر كل ما أجاني مصاري أكثر. يسعد دينكم. أوه يا ليل ويا العين حزينة. مش عارف أنا فنان قدير زي تامر حسني إيش بيعمل زيها، مع اثنين نفس الشيء يعني، اثنين رايحين على الكوكاكولا، اثنين عبارة عن جرابين، بس بعرفش إنه واحد فنان ضخم شو بيعمل مع واحد زي الشامي حبيب المراهقات. دائما بتسألوني انت من وين؟ ليش؟ ليه يطلع لي فيديو لساهر منذر؟ كان هذا اللي كان ناقصني في حياتي، اشوف الفيديو تبعك انت والشامي بنفس اليوم، وبعدين اخذ ايش بدي ابره انسولين عشان اهدي واقدر اكمل يومي طبيعي. دائما بتسألوني انت من وين وشو اصلك وشو انت قاعدة هون لاجئة. اول اشي انا سورية. انا حاب اجاوب عنه، اصله السيفون. صدقوني هذا انولد في السيفون، ما انولدش في اي مكان ثاني. في وقت البيبي نزل فطلع معنا هذا نتيجة خلط هايبكس مع فونيك. انت مش منا، تحسبش حالك منا، لا لانه انت مش منا ابدا. انت مش دلوع تحت اباطي كيوت اكثر منك، تعمليش فيها انك زلمه دلوع كثير اذا انت بتقرف. انا انولدت بالجولان السوري المحتل، تمام، وبعدها اخذت الجنسية الاسرائيلية، وبفتخر لكوني اسرائيلية ولكوني سورية. والله انت شطبت سمعتهم لاسرائيل، يعني سمعت اسرائيل اذا خسرت حرب حياتها خسرت منك، الان انت خسرتهم اول حرب بحياتهم. هاي لحالها نقطة ممكن احنا نحارب فيها، لما يجوا هجوم علينا نقول لهم ساهر منذر من عندكم، بيخسروا خلص، بيستسلموا وبروحوا. اتوقع انه نفسكم تفوا من زمان ما تفيتوا، فحبعد عن الشاشة. تف عادي براحتك عزيزي المشاهد، يلا تمام؟ يعطيك العافية، نشوف الفيديو اللي بعده.
ما شاء الله ما شاء الله. الحجة طلعت أقوى مني، الحجة طلعت أقوى من شاب أردني عمره 27 سنة بيقدرش يركض ربع ساعة. الله يعطيك الصحة يا رب ويزيدك من وسعة. بس يعني أنت أقوى مني بكتير والله، أنت عندك ما شاء يعني عندك لياقة أكثر مني، أنا بختيار أكثر منك، أنت أنا المفروض أصلي على كرسي وأنت تكون الإمام. ايش هذا اللي انا حضرته؟ ليش حج 40 او 45 يطلع فيك صورة على التيك توك؟ ليش؟ حتى اسلام الكبار ولا حدا ضل، المهم ناخذ لنا 30 ليرة كل شهر. بينما انت بتحكي لماما هذا اللي ضل، ممكن تعملي لنا اليوم اكل زاكي على الفطور. هذا اللي ضل معي سهر منذر الشامي وابو حميد. انا هيك بكون عشت اسوأ يوم في حياتي، 27 سنة هذا اليوم الاسوأ. وبينما الحوت ابو حميد شخصيا بيستنى الفريسة تمساح بتطلع من الوادي، جيتوا على دياره بدي اطلع واسحبه من الوادي عشان اعطيه اليوم للوالدة تطبخ لي اياه. تمساح وانت داير على الملوخية وعلى الرز، شو بدها تبني لك بجسمك الملوخية؟ عفو ربك، مثل ما انتو شايفين يا كبار بستنى الفريسة تطلع. التمساح لقطته راح غاد، بستناه يرجع حطيت له طعم جوا. اوكي بدي اسحبه من جوا. مسكته. والله العظيم بتحسوه بيفطر بوابيج، سلطة بوابيج مع طحينية الصبح عشان يصير تفكيره زي هيك. دور على تمساح في المجاري، كل انه بكون عايش الجو جد، بكون مقتنع في الكلام اللي هو بيحكيه. اللهم لا تجعلنا مثل ابو حميد، ما حدش منجلنا ابو حميد، خلص انا اكتفيت. هتعمل ايه يا برو لو انت ماشي في الشارع لقيتني جاي وبثبتك؟ ثبت هتعمل ايه؟ ها؟ ثبت مين؟ انت كبيرك تثبت فخدتي بس، والباقي هتكون تتكفكف فيه. هتعمل ايه؟ قول لي رد فعلك هيكون ايه؟ هتعمل ايه معايا؟ بديش اقول لك هعمل ايه لانه على الفيديو حينمسح، هياكل علامة حمراء، مش هقول له، احكوا له انتوا. راح اعض راسك. يا زلمه انت المفروض تعمل اعلان للمجاعات. ليش طلعوا الزلمه معضل وهيك شكله المفروض يكون هيك. والله انا وانا مراهرط بستحي اعمل الاشياء اللي بتعمل. انا تعبت، انا بديش اصور فيديوهات، انتهت سلسله منشناتي. لا ما انتهت، منشنوني على فيديوهات اكثر عشان اصير انزل كل يوم، اصير انزل كل يوم فيديو. اتوقع لحد هون بكفي. صورنا فيديو الرجعه مع انه راجع من السفر فتعبان، فالفتره الجايه حيكون في فيديوهات اكثر. بس انتم منشنوني اكثر واعملوا لايك الفيديو، بشوفكم بالفيديو الجاي.